بسم الله الرحمن الرحيم. الذي حصل في البحرين ليس أحداث، فهذه كلمة يعني قد لا تصف ما حدث. أنا أميل إلى أن الذي حدث في البحرين هو مؤامرة على البحرين ملكا وحكومة وشعبا، وليس أحداث عفوية. أخي خالد، البيت إذا حصل فيه حريق والناس اتصلوا بالإطفاء وجاءت سيارات الإطفاء لإطفاء الحريق، ستلاحظ أن الإطفائي الفني يسأل أين المطبخ؟ صحيح. لما؟ لأن عموما مصدر الحريق يكون من هناك، الغاز، النار، الحرارة إلى آخره. يذهبون ويتأكدون من المطبخ ويطفئون كل شيء هناك، ثم يسألك أين الميتر، أين مقياس الكهرباء؟ يذهبون ويطفئون الكهرباء حتى لا يحصل تماس كهربائي يزيد الحريق اشتعالا، ثم يبدأون بإطفاء الغرف والصالات والحمامات إلى آخره. تطبيق هذا على ما حدث في البحرين من مؤامرة. أين المطبخ لهذه المؤامرة؟ المطبخ فيما أعلم أنه إيران. هناك طبخت المؤامرة وكانت البحرين مسرحا لها. هذا ليس غريب على إيران، فمنذ 1501 عندما وصل إسماعيل الصفوي إلى الحكم وفرض التشيع على أهل إيران فرضا وبالقوة، بالحرق والتحريق والقتل والتقتيل. ترى كان أهل إيران معظمهم من أهل السنة والجماعة، ولكن ابتداء من 1501 فرض إسماعيل الصفوي التشيع فرضا على أهل إيران بالإرهاب وبالقوة، وفعلا استطاع أن يحدث هذا التحول الكبير في إيران. منذ تلك الفترة بدأ المد الصفوي يأخذ طريقه في المنطقة. المد الذي يتميز بشغلتين: شغلة الميزة الأولى أنه مد مضاد للعرب والعروبة، ويستهدف الثأر من العرب والعروبة، لأن هذا المد الصفوي يرى أن إحنا المسلمين العرب لما فتحنا فارس قضينا على الثقافة الفارسية وقضينا على الحضارة الفارسية، وهذا جعل الصفويين يحملون أحقاد دفينة على العرب، وهذا المد الصفوي يروم الانتقام من العرب والعروبة. الميزة الثانية التي تميز المد الصفوي هي القومية الفارسية التي تتميز بها إيران منذ المد الصفوي في 1501. نعم، إيران تحولت إلى التشيع، ولكن التشيع الآن بالنسبة لإيران هو مجرد حصان طروادة لاختراق العرب والعروبة والمنطقة العربية. هل تعلم أخي خالد أنه منذ أن وصل إسماعيل الصفوي إلى الحكم في 1501 تمت بينه وبين ملك البرتغال الكاثوليكي التابع للفاتيكان اللي اسمه الملك مانويل، تمت مراسلات بين إسماعيل الصفوي ومانويل للإطباق على مكة المكرمة والحرمين، ووافق مانويل على ذلك، وسير الجيوش البرتغالية
حتى وصلت إلى البحر الأحمر. وسير إسماعيل الصفوي جيوشه وعبرت الخليج للوصول إلى مكة. ويقول بعض الناس وبعض الكتاب أن الجيش البرتغالي نزل في بر جدة بعد اصطدامات مع العثمانيين بانتظار إسماعيل الصفوي، ولكن الله لطف إذ حصلت مشاكل عسكرية وسياسية في البرتغال التي هددت عرش مانويل، وبالتالي استدعى جيوشه في أنحاء الأرض لكي يحموا نظامه في البرتغال. فاعتذر من إسماعيل الصفوي وقال له لنؤجل مشروعنا في الهجوم على مكة إلى مرحلة لاحقة. يعني مجرد التأمل في دلالات هذه القصة تعطينا فكرة عن الاستعدادات الصفوية في تاريخ إيران. الصفويون هم غلاة الشيعة، يريدون أن تستمر هذه الروح الحزبية الصفوية، ولذلك عندنا في البحرين هناك حزب صفوي تصدر هذه الأحداث في البحرين، وهذا الحزب الصفوي أراد أن يخطف الطائفة الشيعية في البحرين ولكي يوظفها في الأجندة الإيرانية الصفوية المعاصرة.